هي سيدي الخريطه ولات كتهبلهم، ما عليناش نمشيو ونبداو اليوم. غتشوف شوف غتشبعوا ضحك اليوم، وما كاين غير الضحك اليوم. شوف بداو الفيديو. خوتي راهم حاقريننا في افريقيا، راهم حاقريننا يا خو. في افريقيا راهم يمشونا بالكف. انا كي نشوف القجع البكراوي راهو يا ابن عمي راهو داير حاله في الجزائر. بولك راهو داير حاله في الجزائر، راهو داير حاله في حاقرونا. القجع ولا داير حاله في الجزائر. بطبيعة الحال الأقمصة اللي جاو بها أقمصة لا تحترم السيادة الوطنية، والسلطات الأمنية على مستوى المطار منعوهم من استعمال هذا الأقمصة، ولكن عوضنا لهم بأقمصة أخرى بألوان الفريق تاعهم، بالراية الوطنية تاع البلد تاعهم، بالأرقام تاعهم، بالأسماء، وقدمناها للمحافظ المقابله. يعني دوبل جو، عطينا لهم دو جو بالاسماء، احترمنا القائمه تاعهم، وهما رافضين مصممين باش يلعبوا بالالبسه تاعهم. هذا شيء غير مقبول ورفضناه. الان يتحملوا مسؤوليه تاعهم. قوانين الفيفا، قانون الفيفا تاع بالنسبه للالبسه تاع نوفمبر 2022 واضح تمام الوضوح، ويقول لك ممنوع وضع الخرائط على الأقمصة. السؤال اللي مطروح، هل الاتحاد الافريقي عنده قانون خاص به ولا نفس القانون تاع الفيفا؟ الان بطبيعه الحال اجراءات، احنا بعد هذا عندما يتخذ القرار بصفه نهائيه عندنا 10 ايام بالنسبه باش نديروا الركود تاعنا على مستوى القاس، وسنقوم بهذه العمليه بطبيعه الحال عن طريق الاتحاد الجزائري لكره القدم، وندافع على حقوق النادي وحقوق ممثل الجمهوريه الجزائريه. والقرار اتخذ بالامس من طرف لجنه المنافسات، سمحوا للفريق المغربي باش يلعب بالاقمصه. وعندما درنا الطعن درس هذا الطعن على مستوى الاتحاد الافريقي، وردوا لنا بانه الطعن غير مقبول، والقرار تاع لجنه المنافسات تاع الاتحاد الافريقي هذاك هو الساري محمول. وهذا رسلونا بطبيعه الحال، احنا جاتنا مراسله وهما ايضا جاتهم مراسله. اذا هما تمسكوا بهذا القرار تاع الاتحاد الافريقي، واحنا جينا وكانها مقابله عاديه. الان بطبيعه الحال سيدرس هذا الوضع، ولكن احنا حقوقنا سنمشي الى ابعد حد في الدفاع على ممثل الجزائر في هذه المنافسه. شوف دابا هما غير هاد الناس سداج، يعني تيسحب لهم بانه حتى حنا راه حنا غادي، يعني شنو جيبوا لا غديروا واحد الملصق على الاخر ديالكم. بالله عليكم كاين شي مغربي واحد غيقول لك لا لا غنحيد الاخر ديال المغرب ونلعب معاك. ثانيا لا حنا غنجيبوا لكم لي مايو نحطهم في الفيسيار. واش ما فهمتش شنو هاد يعني لهاد الدرجه. يعني غير تخيل معايا انا بغيت نشوف غير هذا اللي تيفكر. دابا ما جالسين قالوا بانه حيد لهم، واش غنديروا راه نمشيو نشريو لهم المايو. يعني هذا اللي يقول هذا الشيء هذا خصو اول حاجه يجريو عليه، يشريو لهم المايو نحطوهم، راه ملي غيشوفوا المايو غيلعبوا. واش تظن بانه لهاد الدرجه؟ يعني حنا كان عندنا مشكل في لي مايو، ماشي مشكل في الخريطه. غير المشكل انه جبنا هاد لي مايو في الخريطه، راه حيت ما عندناش لي مايو غنمشي ما غنلعبوش. وانا نشريو لكم لي مايو باش تلعبوا. الله يجيبكم على خير. واحد عنده مبدا ديال بلاد انا ما نلعبش الكره الا ما كانش عندي الخريطه ديال بلادي. يا عباد الله، بلادي دايره بلاد، راه ما هي شي حاجه اللي هي ماديه، راه شي حاجه يمكنش تحس بها. راه الناس عارف شنو هي خريطه ديال بلادك او العالم ديال بلادك. وغيقول له واحد يقول له علاش غدير حيت ما عندوش خير، انا نمشي نشريو لهم المايو ويلعبوا. يعني واش تظن ما كان تجي البال ديالهم انه كاين مغربي واحد غيقول لك كنحيد لك المايو اللي فيه الخريطه ونعطيك مايو جديد وغنلبسوه؟ راه هذا هو اللي صعيب، انه يكون عندك واحد تيفكر بهذا الاسلوب. واش ماشي القصد ديالي انا؟ يعني انه ما عرف انت عندك شي حاجه عندك واحد العقيده وغنقول لك لا انا غنجي لك شي حاجه في بلاصتك. اش تقول لي؟ تقول هذيك شي برنامج وقيله في التلفزيون عندهم تيذكروا قال له ايوا دابا واش الصين الشعبيه الا بغاو يديروا خريطه واش يديروا؟ قال له يديروها هذه كبيره بحال زعما الخريطه كل ما كبر البلد كل ما خصك غتكبرها في التوني كامل. لا شوف باش نقول لك بان كاين شي ناس عندهم العقل ديالهم تيفكر بشكل شويه ما نعرف. على كل حال المسألة ما عندهمش الحق، انهم يصوبوا لي مايو ديال نهضة بركان بدون يعني الاستشاره والاذن ديال فريق نهضة بركان باستعمال اللوغو والمستشهير. يعني وحتى تغيير كما كنقولوا النوع ديال الالبسه. بركان متعاقد مع شركه ديال الالبسه وتجيب لها نوع اخر من الشركات ديال الالبسه، هذا كله ما عندهاش الحق. داك المسرحيه
اللي درت على ارضيه الملعب دخول الفريق. ما عنده حتى شي معنى. نعم. لاساس من راس. لاول مره تنشوف بانه فريق او مسؤولين، خذوا كيف ما بغيتوا، مسؤولين ديال البلاد ولا ديال الرياضه غيديروا واحد النظام خارج اطار الاتحاد الافريقي. شكون اللي تيدخل الملعب؟ ما يدخل حتى شي واحد، اللي تيدخل هو الاتحاد الافريقي. ما كاين لا كوميسير ديال الماتش ولا حكام ولا حتى شي حاجه. يعني غادي ندخلوا الفرقه ديالنا ونهزوا الرايه ديالنا والرايه ديال الانفصاليين ونتموا داخلين ونبقاو نمشيو ونديروا لو شوفمون ونجريو. شنو هذا المعنى ديال هادشي هذا؟ وحدين تيقول لك ما غتلعبش المقابله، الاتحاد الافريقي تيقول المقابله ما غتلعبش الا ما لعبش الفريق بالاقمصه ديالو المصادق عليها من طرف الاتحاد الافريقي. تيبقى عليكم انكم ديروا الاجراءات ديالكم. شنو هي الاجراءات ديالكم؟ عطيو الناس الاقمصه ديالهم. الا ما عطيوش الاقمصه ديالهم حججتوها بمساله خارج اطار القانون، لانه اللي تيحدد العمليه ديال الاقمصه ماشي هما الناس ديال الجمارك. الجمارك مفروض انه عندي واحد البدال، عندي واحد التوب، ما تيقولكش راه شنو مكتوب فيه. ما عمرني اول مره في حياتي بان نشوف ذاك الاقمصه ديالك شنو مكتوب فيهم. اللي غادي يشوف واش مطابقين للوائح ديال الاتحاد الافريقي او لا هو سميتو هو المندوب ديال المقابله، هما الحكام، هما هادشي راه يعني راه كاين واحد الجهاز وصي. كيف ما كان الحال لما مشينا ما عطيناكمش الاقمصه، غنديروا عاوتاني واحد المسرحيه اخرى وغنمشيو نصوب لكم الاقمصه. علاش تصوب اخويا الاقمصه؟ ربح انت باعتذار مادام انه انت بالنسبه لك المشكل غير كاين في الاقمصه. اذا المشكل ما كاينش في الحكام، كاين غير في الاقمصه. اذا الشيء اللي كان خصك دير هو انك لما مشيتي للملعب ديال كره القدم والحكام ما شفتي حكام يمكن ما قيدوا واقيلا حتى يلفوا داير بيطراج ما فيهاش حيت ما كاين والو، وتميتي داخل الملعب. يعني عطينا واحد الصوره سيئه على مستوى التنظيم. قميص الناس عندهم الخارطه ديال بلادهم، شنو فيها الخارطه البلديه بحال الشعار ديال البلديه. علاش تحيدوا ليا؟ خلي الجهاز الوصي. دابا الجهاز الوصي تيقول لك غادي يلعبوا الاقمصه ديالهم تقولوا لا ما يمكنش. شكون انت؟ يعني انا ما عرفتش شنو هاد التصرف بهذا الشكل. عييت ما ندخل يعني كما تيقولوا نشوف الجانب اللي نلقى فيه واحد المبرر. ما كاين حتى مبرر. الطامه الكبرى هي الدخله ديال الفريق او ديال الفريق ديال الجزائري. كاين الناس اللي متخلفين ما تيفهموا شيء، باش يدخلوا السياسه في الرياضه. فوت السياسه في الرياضه هذه. يعني انه حنا درنا اجهزه اللي تسير المجال الرياضي، وقلنا المجال الرياضي تيتسير من طرف الناس ديال الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي اللي عنده الصلاحيات، جينا حيدنا له حنا الصلاحيات وتنقولوا بانه لا الاقمصه ديال الفريق ديال البركان فيها السياسه. شكون اللي فيه السياسه؟ واش هاد الاقمصه واحد يدير الخير ديال بلادهم على صدرهم، ولا اللي واحد الجهاز دخل في الاتحاد الافريقي وقال له ماشي انت اللي عندك الحق، حنا اللي عندنا الحق، وهذا فوت السياسه اللي هي. كنحيي نهضه بركان لانه اكيد بهذا القرار ديالو يعني الدفاع عن مصالح يعني الوحده الترابيه والمغرب، هذا يحسب الفريق نهضه بركان. لانه في القادم رخص جميع الانديه المغربيه تلبس قميص فيه الخريطه ديال المغرب في المنافسات الافريقيه، وغتكون ان شاء الله عاده. يعني شكون انا عجبني الفريق شكون يلعب البارح في الزمامره لعب بالخريطه ديال المغرب. سيدي غنلعبوا حنا كاملين. نعم. شكون اللي غيحيد لنا هادشي هذا؟ نبغي نضيف سي سعيد دائما الانديه الوطنيه الحمد لله كتكون في الموعد. شوف راه حنا ديما عندنا مشكل مع الجزائر. هادشي ماشي مفاجئ لانه سي سعيد هادشي راه بدا في 51 الوداد لعبها مع بلعباس في الجزائر وما طلعش درابو ديال المغرب. المرحوم بن حسن العفاري ابجيكو قال للعميد الفريق قاسم القاسمي ما تدخل الوداد تلعب تيطلع الدرابو ماروكا وبالعباس امام جمهور غفير في وهران. يعني هذه يحسب الانديه الوطنيه اللي بطريقه فنيه رغم انه الفيفا، ولكن بطريقه فنيه دائما ندافع عن المصالح ديال الوحده الترابيه ومصالح الوطن. الى غنحيوا فريق ديال بركان ما غنقولوا الفريق ديال بركان ما كان الا صوره ديال المغربي القح اللي كان غيدير نفس العمليه في اللي دارت بركان. واش الكاف غادي يكتبوا لهم حيت هما داروا واحد لابيل. بعد ما اللجنه قالت لهم ما يلعبوهمش داروا لابيل يعني الكونفدراليه الافريقيه جاوبتهم قالت لهم وديك الشيء راه ما خدامش. اللي كاين هو انه هذوك اللي مايو راه مصادق عليهم غادي يلعبوا بهم، بمعنى انه انتهى الامر. اذا
هنا شنو تيبان انا ماشي قضيه الفراقي اللي هما تحت المسؤوليه ديال الاتحاد الافريقي هما اللي رفضوا هذا الشيء هذا. السلطات الجزائريه تيقول لك القوانين ديال البلد، شي هاد القوانين ديال البلد، القوانين عندك البلد تيقول بانه الا كان شي واحد كاتب شي حاجه على بلاده احبك يا مغرب ما تدخلش. دابا الا كتبنا بان احب المغرب نحيدوها. واش فهمتيني؟ يعني ما عمرني عرفت بان واحد يقول القوانين ديال البلد اني غنكون داير شي حاجه شي تصويره اللي تتنافى مع قوانين البلد. اذا القوانين البلد هما عندهم قوانين البلد، اي حاجه تمجد المغرب راه هي ضد قوانين البلد. هادشي اللي كاين. ما لا تمجد والو هادو واحدين دايرين خريطه على صدرهم ديال بلادهم. وشوف دابا هما يمكن نخليهم يمشيو للطاس ديك الساعه عندهم 10 ايام. ايوا عندهم 10 ايام يمشيو للطاس، غايقول الطاس وديها اللي كاين واللي كاين. بدائيا انا ماشي رجل قانون ولا خبير في الشؤون القانونيه، ولكن الطاس الى كان الجواب اللي غيمكن يكون يقولوا ديروا عندكم واحد المؤسسات يعني هاد الشيء واش عندكم في اللوائح ديالكم، سيروا شوفوا اللوائح ديالكم اللي كاين هادشي اللي كاين هادشي تنعرف انا. غادي خصو يخرج بلغ بلغ لانه راه مبدئيا المباراه ديال الاياب خصها تكون نهار الجاي. واش غتكون لا ما غتكونش مبدئيا الان بركان بحال منتصر 3-0. ايوا خا نتسناو ولا سميتو يعني غير دابا شنو غيدار، واش غتلعب المباراه ديال الاياب؟ ما يمكن لك تلعب مباراه ديال الاياب حتى صدر بلاغ يخرج البلاغ يحدد سميوها المخرجات ديال هذا المقابله اللي ما تلعبش شيء. هو كان معنا شي حكم من بعد نسولوه غير عدم نزول الحكام ومراقب المباراه وشنو كيعني هذا؟ يعني بان المقابله ما تلعبش؟ لا ما تلعبش، ولكن واش كيعني اختي الفريق خسر 3-0 ولا؟ هذا هو اللي بغينا الجواب لهذا السؤال هذا. عدم نزول الحكام والمراقب المقابله هذو هما جوج طرفين. عدم نزول الحكام والمراقب ديال المقابلات يعطي الحق الفرقه ديال بركان لانه الفريق الخصم بحال قلتي تمنع من اجراء المقابله، تمنع. السلطات منعات الفريق ديال بركان يلعب مقابلات، وهذا هو اللي ما كانش من تفسير عندها. هل الشعب الصحراوي بالنسبة لك لا شيء؟ والله يا صاحبي أنا لو كنت درست في سنوات الدراسة كلها لحد الماستر إن في حاجة اسمها شعب صحراوي، أو درسنا في الجغرافيا بلد اسمها الصحراوية أو الجمهورية الصحراوية، ما كنتش هعترض. ولكن أنا حرفيا واجيب لك كل الكتب اللي أنا درست فيها، لأن أنا بحتفظ بالكتب دي. مفيش أي حاجة في التاريخ ولا في الجغرافيا اللي احنا درسناها بتقول إن في حاجة اسمها الشعب الصحراوي. هل يا ترى إن أنت بتقصد إن يعني الناس اللي بيسكنوا الصحراء ده اسمه شعب صحراوي؟ ما هو انت لو تقصد القصد ده فمصر فيها صحراوي، يبقى انا كده هقسم كل بلد لاتنين، شعب صحراوي وشعب مش صحراوي. والله مش عارف انت تقصد ايه، راجع نفسك.